مرضتش اتعالج على نفقة الدولة وقالوا لي ان على علاقة بعبد الحليم واحمد زكي ومحمود ياسين، والناس ما سابتنيش في حالي لما لقوا جثة في الفيلا بتاعتي. انا نجلاء فتحي، هتعرفوا حياتي خلف الكاميرات وعدد ازواجي وكم زوج. هعرفكم حاجات كتيرة جدا. اسمي الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي، من محافظة الفيوم. والدي مصري لكن جذوره شركسية. اتولدت سنة 1951 والأسرة كانت ثرية جدا. عشنا في مصر الجديدة عيشة الأثرياء، لأن أسرتي بتمتلك أطيان وفلل وفلوس كتيرة، واخواتي 8 غيري بين أولاد وبنات. كان في أخت ليا بتشبهني تماما، لدرجة إن ناس كتير تفتكر إنها توأم ليا. لما عشنا في مصر عيشة كريمة جدا، ولما كملت 11 سنة انفصل والدي عن والدتي ورجع والدي يعيش في الفيوم، ووالدتي في مصر الجديدة، ورجع معاه بعض من اخواتي من ضمنهم أنا اللي كنت اسمي زهرة، وسموني زهرة علشان اتولدت في أيام المولد النبوي الشريف. وعشت مع والدي شوية، بس قررت إني أعيش مع والدتي عشان كنت مرتبطة بيها أكتر، وعشت معاها في مصر الجديدة. في التوقيت ده كان الفنان عبد الحليم حافظ كان صديق الأسرة وبيتردد عندنا من الوقت للآخر. فلما كنت عندي 14 سنة رحنا نصيف أنا ووالدتي في اسكندرية، وأنا على الشط كنت بتمشى. كنت جميلة جدا وملفتة للنظر رغم صغر سني. اتعرف عليا وشافني المؤلف والمنتج عدل المولد، نده عليا وقال لي تحبي تمثلي؟ أنا منتج واسمي فلان الفلاني، في فيلم بنتجه في الفترة دي اسمه الأصدقاء الثلاثة، إيه رأيك تمثلي فيه؟ ومن هنا قلت له أعرض الأمر على أمي. بس أمي ما ردتش غير لما سألت عبد الحليم حافظ، لأن هو كان صديق العيلة ومقرب لينا. قالت له في حد منتج اسمه عدل المولد عرض على البنت إنها تمثل معاه في الفيلم، إيه رأيك في الموضوع ده؟ سأل وقال لها الموضوع تمام، هو فعلا صاحب الفيلم ومنتجه. ومن هنا دخلت مجال التمثيل وعملت دور صغير في الفيلم ده، وعبد الحليم حافظ هو اللي اختار لي اسم نجلاء فتحي، اسم فني، لان زمان كانوا بيقولوا ليا زهرة، وكانت موجودة في الوقت دوت الفنانة زهرة العلا، فاختار ليا الاسم بتاع نجلاء كاسم فني. وفي ناس قالت يسموني سالي، بس عبد الحليم قرر انه يسميني نجلاء فتحي. وبالفعل عملت الفيلم، دور صغير بس لفت الانظار للمخرجين والمنتجين. وبعد كده عبد الحليم لما لقى عندي موهبة في التمثيل وان انا عايزة ادخل المجال ده، عرض عليا وقال لي ما تقبليش اي عرض يتقدم ليكي في التمثيل، عشان انا شايلك الفيلم كبير معايا اسمه ابي فوق الشجره، وانا هاخدك تلعبي دور البطوله قدامي. والدتي فرحت بالخبر ده جدا وانا كنت فرحانه جدا. ولكن لما اتعرض عليا في الوقت ده اللي كان فيه الفيلم بتاع عبد الحليم حافظ من المنتج جرجس فوزي ان اقوم ببطوله فيلم اسمه افراح مع حسن يوسف وهكون البطله، والفيلم ده هيتصور في لبنان، فرحت جدا لتصوير الفيلم واستعجلت النجوميه والشهره والاضواء، وما قلتش لعبد الحليم حافظ، ومضيت العقد مع المنتج جرجس فوزي وعملت الفيلم ده، وتعرفت اكتر عند المنتجين والمخرجين. بس عبد الحليم لما عرف اني مضيت عقد الفيلم ده زعل جدا واتضايق اني ما سمعتش كلامه، واتضايق وجاب البطله اللي لعبت معاه البطوله في الفيلم ده كانت الفنانه ميرفت امين. ومن هنا بدات اتعرف اكتر باسم الفنانه نجلاء فتحي اللي لفت الانظار واتهدفت عليه المنتجين والمخرجين، وعملت ادوار كتيره جدا وافلام